نور بعد ما سمعت كلام ماما فكرت هي مش بتحب الأكل ولا مكسلة تاكل وزهقانة منه. وفي نفس الليلة أول ما دخلت نور سريرها وغمضت عينيها ونامت لقت نفسها في مطبخ مش شبه أي مطبخ شافته قبل كده. كل حاجة فيه كانت بتطير، أطباق مليانة أكل بيلفوا حواليها، مكرونة بتغني، جزر بيعمل تمرينات، وتفاح بيلمع زي الكرات السحرية. وواحد من الأطباق الطايرة قرب منها وقال لها يا نور جسمك مستنينا واحنا مش عارفين نوصله. نور قالت له توصلوا لمين؟ الطبق قال لها للعضلات والعينين والشعر، كلنا عندنا مهمة بس من غيرك مش هنعرف نبدأ. نور بصت حواليها وقالت طب وانا اقدر اساعدكم ازاي؟ طبق الخضار قال لها بحماس بس افتحي بقك واحنا هنعمل الباقي. نور قالت له انا موافقة، وضحكت نور ومدت ايديها تمسك الاكل، بس فجأة كل حاجة اختفت وصحيت من النوم وحست انها جعانة قوي عشان امبارح ما كلتش خالص بعد الغدا. قامت جريت على ماما في المطبخ وقالت